النهاردة هنتكلم في موضوع يخلي الواحد يقف ويفكر. معانا تجربة شخص اسمه معتز، والتجربة دي بتطرح أسئلة غريبة قوي. مثلا، هل ممكن العقل يتمرد على صاحبه؟ انت متخيل عقلك انت يبقى ضدك؟ سؤال قوي فعلا. وهل ممكن الذاكرة كمان تبقى سلاح ضدك؟ تفكيرك يوديك في داهية وانت فاكر انه بينقذك؟ والأخطر بقى، هل ممكن تصحى في يوم تلاقي عقلك ده قرر يعيش لوحده؟ أسئلة تقلق فعلا، وتفتح حتة جوه النفس البشرية كده غامضة شوية. بالظبط. القصة اللي معانا دي من نص اسمه تمرد العقل والبحث عن الذات، بتحكي عن رحلة معتز الغريبة دي، رحلة حس فيها إن عقله انفصل عنه، بقى كيان تاني خالص. عايزين النهاردة نحاول نفهم إيه اللي حصل بالظبط، ونفكك الموضوع ده ونشوف حكايته وصلت لفين. وهي فعلا حكاية تستدعي التحليل. فكرة الصراع الداخلي دي بين الإنسان وعقله، أو يمكن بين وعيه وأفكاره اللي خرجت عن السيطرة، دي منطقة شائكة قوي في علم النفس. وتجربة معتز بتورينا ده بشكل درامي جدا. إحساس إن في قوة جواك ماشية لوحدها وإنت بتتفرج. طيب خلينا نبدأ من الأول خالص. الموضوع مع معتز ما بدأش بالصورة المرعبة دي مرة واحدة، كانت حاجات بسيطة قوي اللي هو ممكن أي حد فينا يمر بيها زي ما حكى هو. بدأت بحاجات عادية، أنسى مفاتيحي فين، معادي إمتى، حاجات كده أيوة، كلنا بنمر بيها دي. ضغط، سرحان، طبيعي. تمام. بس الموضوع ما توقفش هنا، لأ، ده أخد شكل تاني خالص أغرب. ما بقاش نسيان عادي، لأ، ده بقى نسيان انتقائي. متخيل؟ بيقولك كل ذكرى حلوة، أي فرحة تتمسح كأنها ما كانتش. يا ساتر. وفي المقابل كل وجع، كل ندم يفضل حاضر كأنه لسه حاصل. وبيكمل بجملة صعبة قوي، كأن في حد بيختار يمسح الماضي بإيده وبيسيب لي الندم بس. لا، هنا الموضوع اختلف تماما. بالظبط. هنا بقى لازم نقف. ده مش نسيان طبيعي أبداً، ده كأن في فلتر متعمد شغال جوه دماغه ضده. أيوة، دي نقطة التحول من مجرد إرهاق لحاجة أعمق. النسيان الانتقائي ده كان بس البداية لإحساس أخطر، الانفصال عن الذات. بدأ يوصف حاجات أغرب، جسمه بيتصرف لوحده، لسانه يقول كلام مش قصده، يضحك في وقت مش مناسب للضحك خالص. معقول؟ يقول إنه كان يبص وما يعرفش مين ده. الملامح هي بس من جواه حاسس ده مش أنا. ده اللي ممكن نوصفه بالاغتراب عن الذات، إحساس إنك بقيت بتتفرج على حياتك. وهو وصفها بجملة بصراحة بليغة ومخيفة: كأن العقل خلع السلك اللي بيربطه بالجسد، وقف يتفرج عليا وأنا ببوظ كل حاجة. يا خبر أبيض، صورة مرعبة فعلاً. تخيل الإحساس ده. إحساس بفقدان السيطرة التام. وفضل الوضع ده يتصاعد، الشرخ بيكبر يوم ورا يوم، لحد ما وصلنا لنقطة الانهيار بقى، الموقف اللي مفيش بعده كلام. صحي في يوم لقى ورقة على مكتبه مكتوبة بخط إيده، ورقة استقالته من الشغل. استقالته؟ أيوة. والمصيبة إنه مش فاكر إنه كتبها أصلاً، ولا إنه قرر يستقيل. هنا الموضوع خرج عن السيطرة خالص، دي حاجة ملموسة بتأثر على حياته بشكل مباشر. إزاي ده حصل؟ ده تطور خطير جدا فعلا. ومع ده احسفوا إن عقله بقى عدوه الصريح، مش مجرد نسيان أو تصرفات غريبة، لأ، ده بقى فيه تعمد للأذى. يقولك أبقى رايق ومبسوط، فجأة عقلي يرميلي أسوأ ذكرى، يقلب اليوم نكد. طب حتى في الامتحانات وقت التركيز، أبقى مذاكر كويس وأول ما أمسك الورقة يبدأ يلاوعني، يفكرني بأي حاجة إلا الإجابة، كأن في حد قاعد جواه بيعطله مخصوص. إحساس بالاضطهاد الداخلي. بالظبط. لدرجة إنه اقتنع إن عقله ده فقد البوصلة، وبقى بيحاول يدخله في مشاريع فاشلة عمداً. وسؤاله كان واضح: هو عقلي عايز مني إيه؟ أنا أكيد مريض. طبيعي جدا في الحالة دي إنه يفكر في دكتور نفسي فورا. يعني هو نفسه قال: أنا في خناقة حقيقية بيني وبين عقلي ومش فاهمها. وفعلا راح. التشخيص المبدئي زي ما حكى كان حوالين الإرهاق العصبي الشديد. طلبوا منه أشعة وأدوية مهدئة، وكمان كان في تلميح لاحتمالية إن دي تكون بداية انفصام في الشخصية. وده طبعا تشخيص يخض أي حد. أكيد يخض طبعاً. طب والأدوية جابت نتيجة؟ وهنا بقى النقطة المحيرة. بحسب كلامه الأدوية المهدئة دي ما جابتش نتيجة خالص. الأعراض فضلت زي ما هي. غريبة دي. جدا. وده بيخلينا نسأل: هل كل حاجة ليها تفسير طبي مباشر وعلاج دوائي؟ ولا في مناطق رمادية زي دي؟
واللي زود الحيرة كمان إنه لاحظ إن في حاجة واحدة بس كانت بتهديه شوية. اللي هي إيه؟ بيقول: كنت لما بصلي الفجر وأقرأ قرآن بحس براحة غريبة، كأن التفكير المهلك ده بيقف شوية والعقل بيهدى. ملاحظة ليها دلالة، ممكن تكون مرتبطة بالسكينة، بالجانب الروحي. سبحان الله. بس غريبة إن الأدوية ما جابتش نتيجة. ده يخلي الواحد يفكر في حتة تانية خالص. وهنا بقى ظهر حد جديد في القصة، صاحبه المقرب. الصديق. الصديق ده لما سمع حكاية معتز ومعاناته قال له كلام مختلف تماما عن كلام الدكتور وفكرة إن العقل بقى عدو. قال له كلام شكله كده لمس وتر حساس جواه قوي. زي ما معتز بيحكي، صاحبه قال له: المشكلة مش في عقلك، عقلك ده أداة قوية جدا بس تايهة. المشكلة فيك أنت، في روحك اللي انطفت. ده مدخل مختلف تماما. أنت ماشي بلا هدف، بلا شغف، بلا عزيمة. عقلك القوي ده مش لاقي منك توجيه، فبدأ يشتغل لوحده بأي شكل حتى لو سلبي وبيدمرك. ولخصها في جملة قوية جدا: عقلك ده مش ضدك، هو بس مش لاقيك. الله. التحليل ده من الصديق بصراحة مثير جدا للتفكير من الناحية النفسية. هو نقل التركيز من العقل المريض للروح المفقودة أو المعنى الغايب في حياة الشخص نفسه. والفكرة دي يعني ليها صدى في علم النفس، إن العقل لو ملقاش هدف إيجابي يوجهه، الفراغ ده ممكن يتملي بأفكار هدامة. كأن العقل بيقول: يا تشتغلني صح، يا هشتغل أنا بأي حاجة حتى لو غلط. يعني كأن صاحبه بيقول له إن عقله عامل زي عربية سباق قوية جدا، بس السواق ساب الدريكسيون ومفيش خريطة، فعمالة تخبط في أي حتة. بالظبط، تشبيه ممتاز. والحل اللي اقترحه صاحبه ما كانش روشتة الدواء، لا، كانت دعوة لإعادة الروح، استعادة الهدف، الشغف، العزيمة. فكرته كانت إنه لو معتز رجع مسك الدفة تاني، العقل هيرجع يشتغل معاه. علاج من نوع تاني خالص. فكرة قوية فعلا. طب ومعتز عمل إيه بالكلام ده؟ هل يعني دخل دماغه؟ شكلها كده فعلا. كلام صاحبه ده رن جواه، بدأ يتعامل مع الموضوع من الزاوية دي. بدأ يحاول يستعيد السيطرة، يشغل نفسه. زي ما قال: بدأت في الموضوع ده أشغل نفسي بمشاريع، بحاجات كتير. كأنه قرر يدي لعقله شغلانة إيجابية بدل الفراغ. بس أكيد ما كانتش سهلة. أبداً. هو وصفها بمعركة حقيقية، حرب نفسية. بيقول إن عقله في الأول قاوم ده بشدة، كأنه بيحاول ما يرجعش تحت سيطرتي، بيحاول يعطلني بكل الطرق. دي مقاومة التغيير اللي بتحصل جوانا. منطقي. لكن اللافت بقى إنه ما حكاش بس عن المقاومة، حكى كمان عن مساعدة جات له من جواه هو نفسه. استخدم تعبير جميل قوي: حسيت كأن عقل الباطن أو الإنسان اللي أنا أهملته جوايا فترة طويلة بدأ يفوق ورجع تاني يساندني. الله. كأن في جزء أصيل جواه صحي لما لقى هدف تاني. بالظبط، كأن استعادته للهدف والشغل صحت الجزء ده، وهو اللي ساعده يواجه توهان العقل. الروح لما رجعت، العقل لقى طريقه. يعني المعركة كانت مزدوجة فعلا، مقاومة من حتة ومساندة من حتة تانية جوه نفس الشخص. ده يخلي الواحد يشوف الصراع النفسي بشكل مختلف. تماماً. ويمكن ده يرجعنا لفكرة الذات المتكاملة. لما بنهمل جزء مهم من نفسنا زي الشغف أو الهدف، بيحصل خلل. العقل كأداة قوية ممكن يتلخبط جدا لو مفيش بوصلة. وقصة معتز بتورينا إزاي استعادة المعنى والهدف ممكن ترجع التوازن ده. الضياع فعلا ممكن يخلي عقلنا يشتغل ضدنا. وفي نهاية الرحلة الطويلة الصعبة دي، بعد كل الصراع ده، إيه اللي حصل؟ وصل لبر الأمان فعلا؟ معتز بيختم حكايته بنبرة فيها ارتياح حقيقي. بيقول إن الحرب النفسية دي خلصت أخيراً، قدر يرجع يمسك زمام الأمور. وبيقول كلام بسيط بس عميق: لحد ما رجع عقلي تحت سلطتي، كنت سعيد إن الأمور رجعت تحت السيطرة، بقيت إيجابي، بقيت أنا. بقيت أنا. الجملة دي لوحدها حكاية، بقيت أنا، بتلخص رحلة العودة للذات بعد الاغتراب، كأنه رجع لنفسه. الحمد لله. طب كل ده معناه إيه بقى؟ معناه إن التجربة المرعبة دي كان ليها نهاية نقدر نقول إيجابية. معتز خرج من الدايرة دي مش بس بالأدوية، لأ، ده بالمواجهة الداخلية وإعادة اكتشاف هدفه ومعنى حياته. قدر يلم شتات نفسه ويرجع هو اللي سايق المركب تاني. رحلة ملهمة رغم صعوبتها. فعلا. رحلة معتز دي بتسيب الواحد يفكر كتير قوي، من إحساس فظيع إن عقلك هو عدوك لحد ما قدرت تستعيد نفسك،
القصة كلها عن البحث عن الذات والمعنى. تماما. ولو هنطلع بخلاصة فهي أهمية وجود بوصلة داخلية، سميها الروح، الشغف، المعنى، الهدف، أيا كان الاسم. غياب البوصلة دي بيعمل فراغ، والعقل كأداة جبارة بيحاول يملاه بأي شكل حتى لو مؤذي. قصة معتز بتورينا ده بشكل قوي. التوهان الروحي ممكن يبقى له تبعات نفسية عميقة ومقلقة جدا. والتجربة دي بتسيبنا قدام أسئلة مفتوحة. يا ترى لحد فين بنقدر فعلا نسيطر على أفكارنا وعقولنا؟ وإيه اللي ممكن يخلينا نحس فجأة إن العقل ده بقى كيان منفصل ضدنا؟ وهل فعلا استعادة الروح أو الهدف دي كافية لوحدها في مواجهة تحديات نفسية عميقة زي دي؟ ولا هي بس جزء من الصورة؟ أسئلة تستاهل نفكر فيها كتير. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. قولي في الكومنتات ايه رأيك في حلقة النهاردة، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك عشان تشوف كل الجديد.